قصة حزينة جدا صارت في الكويت في ثمانينيات القرن الماضي. كان بطلها شاب فقير مسكين طيب، كان ذنبه الوحيد في هذه الحياة انه حب اخلاص وصدق. في احدى شواطئ مدينة الكويت كان في شاب خلونا نسميه احمد، كان يتمشى مع صديقه محمد. طبعا هم لا احمد ولا محمد، بس مداراة للقصة. احمد بطل قصتنا كان شاب مسكين وكان خجول جدا، ما كان يعرف يتعامل مع الناس، وكان شخص متواضع جدا في كل شيء، في شكله، في ملابسه، حتى في كلامه. أحمد ومحمد كانوا يتمشون في هذا الجو الجميل في مدينة الكويت الجميلة في ثمانينيات القرن الماضي، فإذ بمحمد لمح فتاة، كانت فتاة محترمة أنيقة حشيمة، فإذ بيشوف أحمد ولا أحمد مسنتر عليها. شو يا أحمد خربوك يا أحمد؟ قال لا والله البنت هذه أنا أشوفها مشروع زواج، خلاص دخلت عيني البنية هذه. بس مثل ما قلنا أحمد وايد خجول عكس ربيع محمد. محمد قال والله ما أخليها في خاطر أحمد، وراح كلم البنت. صلي على النبي يا محمد، على طول شي راح انتهى. قال لها صديقي أحمد هذا فنان ورسام، صراحة أحمد كان رسام وكان مبدع في رسمه. وقال لها أحمد هذا عنده مشروع تخرج وما بينجح لين ما يعطي الرسمة النهائية، وصراحة شاف فيك الرسمة اللي بتكمل سلسلة رسماته. البنت قالت أوكي موافقة. كانت مع البنت هذه خدامتهم. طبعا بعدين اكتشفوا انهم من عيلة ارستقراطية كبيرة ولها نفوذ في الكويت. محمد رجع وقال حق احمد السالفة كلها. طبعا احمد انصدم وما رسم الظاهر بقلم هذاك اليوم، رسم بشرايين قلبه بشكل سريع، رسمها واعطاها الصورة هذه. طبعا احمد وهو يرسم بالقلم فنان، فما بالكم وهو يرسم بشرايين قلبه. البنت وايد عيبها الرسم، وقالت صراحة انا احب الرسومات واحب اني افتتح معارض فنية وجي، فممكن اني اساعدك انا نسوي معرض فني انا وانت. طبعا احمد ما كان يسمع الكلام هنا، كان يسمع هني. ما مر يوم يومين ثلاثة دارت بينهم سوالف بسيطة. قالها يا بنت الحلال أنا شخص مالي في اللف ولا الدوران، أنا حبيتك وأريدك بالحلال، بس نقطة انتهى السطر. طبعا هذه المشاعر كانت نص مشاعر هيا اللي هي منو؟ حبيبة أحمد. وفي يوم من الأيام والجو كان فيه رائع وجميل، أحمد أخذ أبوه وعمه وخاله وداهم وين؟ على بيتها، خلاص يبى يخطبها بشكل رسمي. طبعا البيت من عند الدخلة كأنك تداخل حدائق بابل المعلقة، بيت ولا في الأحلام. خال أحمد قال عز الله أنك تودينا في داهية. فأحمد قال خل عنكم إن شاء الله، الأب يوافق والأمور بتزين والأمور بتكون عال العال بحول الله. دخل أحمد وأبوه وخاله وجلسوا في مجلس أبو هيا. يا حي الله بالشباب، نورتونا شرفتونا. أمر أبوي والله نحن بنزود أحمد حق هيا. منو أحمد؟ هذا أحمد. أنت تزوج بنتي أنا؟ انتفض أبو هيا وطلع أحمد وأبوه وعمه وخاله من بيتها. طبعا أحمد رجع لبيته ومكسور. أحمد قلنا لكم في بداية القصة كان شاب فقير ومعدوم جدا، حتى ما كان من الأسرة المتوسطة، كان دون المتوسطة، عكس هيا وأبوها كانوا من علية القوم. وكما قيل لا يكسر قلب الفتى إلا حب عاش في قلبه ولم يستطع أن يعيشه. يقولون بعدها بأن أحمد عاش حالة نفسية صعبة جدا. أحمد ما كان عنده حتى أصدقاء كثر، كان من بيته لدوامه ومن دوامه لبيته، فما قدر أنه يتخطى هذه المرحلة اللي عاشها، اللي كانت أول مرة في حياته. ودائما الطيب إذا انكسر كسره يكون مضاعف. فمر شهر شهرين ثلاثة 4 سنة، سنة ونص، 2 3 على القصة هذه. طبعا أبو هيا بعد ما سمع بالكلام هذا وسمع أن هيا تحبه أصلا، سفرها إلى بريطانيا. قال ما تقعدين هني، خلاص تكملين تعليمك وين؟ هناك. ومسكينة يا أم أحمد تمت تزن عليه. أحمد خلاص بتشوف واحدة إن شاء الله أحلى وأحسن منها، تتخطى المشاعر السلبية اللي تعيشها الحين، تستر عليك وتكون لك سكن وغطاء ودفء لكل شيء في حياتك. فما كان من أحمد إلا أنه قال خلاص مثل ما تشوفين أمي، خطب ملك وتزوج. وفي يوم الزواج صار شيء غريب وعجيب. أحمد كان حاضر بجسده في العرس بس ما كان حاضر بروحه، والمعازيم كانوا كثر، ناس يعرفهم وناس ما يعرفهم. حتى أنه لما دخل على زوجته زفوا لزوجته لحظة العمر اللي كل واحد ممكن أن يستانس فيها، ما كان يشوف حتى المعازيم كلهم. فإذ بيتلفت إلى جانب العروس شاف منه هيا حبيبته السابقة، وكأن أحمد كان راقد أو كان ميت. فإذ به يقوم فجأة. هيا شو جابتيني؟ طبعا ما كلمها ولا هي كلمته. تبادلوا النظرات لمدة ثانية ثانيتين 3. خلاص انت الحين بعيدة عني وانا ما اقدر اني اخذك وما اقدر اني اخون وحدة في عصمتي انا. تخللت الحياة ضلوع احمد مرة ثانية بعد ما غابت عنه لسنوات طويلة، ولكن سبق السيف العذل. الشاعر الكويتي الجميل المخضرم الشهيد فايق عبد الجليل سمع بالقصة هذه، فأبى إلا أن يكتب فيها قصيدة من أجمل القصائد اللي تحكي حب طاهر وعفيف. قال فيها يوم أقبلت صوت لها جرح القديم، ويوم أقبلت طرنا لها أنا وشوقي والنسيم، وعيونها عين المحتني وشهقت، وعينه حضنت عيني وبكت، ويا فرحتي الحظ الليلة كريم، محبوبتي معزومة من ضمن المعازيم بالصدفة
من بين المعازيم. القصة هذه حقيقية، والقصيدة هذه تلحنت على مقام اسمه البياتي فالرست، وختمت بمقام اسمه السيكا البلدي، وغناها الفنان محمد عبده بأداء عظيم بأغنية اسمها المعازيم. النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يوصي إذا في اثنين يحبون بعض أن يزوجونهم. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض أو فساد كبير، وما رأيت للمتحابين إلا الزواج. النفس البشرية تميل دائما إلى حب، سواء كانت الفتاة تحب شاب أو الشاب يحب فتاة، لكن لازم يتم تأطير هذه المشاعر في إطار شرعي واضح اسمه الزواج.